فنادق يعني شاطرين قوي، والنبي يضربوا واحده على اسرائيل. يعني ده قرار بالمنع بالقوه، واحنا مش واخدين قرار في مصر ان احنا هنوصل رفح بالقوه. لأن قلنا ان احنا مظاهره سلميه. فمن هنا ممكن اكمل بس. طب نرجع بس يا جماعه. فاحنا لو كنا رحنا رفح ما كناش هنفتح الحدود النهارده، لو كنا بنعمل ضغط ادبي على الحكومه المصريه. والنهارده احنا عملنا اكتر منه ضغط ادبي اكتر مما لو كنا رحنا رفح. النهارده كل اللي حصل نقل على الهواء قناه الاقصى، وصل لكل القنوات الفضائيه. فلسطين تبعت كل خطواتكم دقيقه بدقيقه، وعرفت انتوا وقفتوا فين وما وقفتوش فين. وبالتالي ما كانش في اي وهم عندنا ان احنا لما هنروح النهارده نشيل السلك ونخش على فلسطين. هناك في قوات امن مركزيه اكتر من كده، وعنده تعليمات باستخدام القوه. فالهدف من الرحله تحقق، ومش معنى وهنفكر في الخطوه القادمه بناء على هذه التجربه واحنا راجعين. واذا لقينا مكان نقدر نتجمع فيه في الطريق ارجو تدونا، ما عندناش مانع في اي مكان، بس مش في الصحراء. احنا قاعدين هم بيقدموا يعني كان المفروض نقف. هو المشكله الى خناقه مع عساكر. لا ما بنقولش خناقه، احنا بنقول نقف. بيحصل بيحصل احتكاك. بيحصل احتكاك. انا بعتقد ان احنا حتى هذا حققنا الغرض من اجله، وحدوث اشتباك مع الامن مش هيفيد. هو الاشتباك حصل، يعني حصل اشتباك مع الامن، وانا نكتفي بهذا القدر من الاشتباكات. ونحن منعنا بالقوه ولا توجد ايام الانتفاضه، منعنا من بره وقف وقال ما انتش معدي، هعمل ايه يعني؟ اطلع كلاشينكوف واقتله؟ فما عنديش وسيله اخرى. حملات الاغاثه برضك وعملوا ده كتير. فاحنا هنقعد عندنا حققنا الغرض، والعالم كله تابع ما حدث اليوم. وفضيحه للنظام المصري انه مش قادر يتحمل قافله رمزيه رايحه تقول ارفعوا الحصار عن اخواتنا، واخده معاها شويه تبرعات للعالقين. هي فضيحه يعني. لكننا سناتي للعريض 100 مره بطرق اخرى هنتفق عليها مع بعض. وبالتالي انا بقترح ان احنا ما ننتظرش حد يحدث. انتظارنا ما هو الا انتظار للاحتكاك. ومش لو هيفيد انا مستعد استشهد مع اول واحد فيكم. ايه الفايده اللي هتعود علينا من خناقه مع عساكر، بينما اللي واخد القرار هو حسني مبارك او الجهاز الامن بتاعه. وبالتالي احنا مشكلتنا سياسيه اللي بدأناها في حركه كفايه باسقاط حسني مبارك، وقضيتنا الاساسيه هي اسقاط حسني مبارك والفك الحصار عن غزه. احنا عارفين كويس جدا انه هيتم بثورتنا جوه القاهره، لكن احنا جايين النهارده. وبالتالي احنا وصلنا كده لمعبر رفح في حدود طاقتنا. كل المعلومات اللي عندنا اللي جايه من الجبهه تقول في قوات قد دي 20 مره. ده لو فرض ان احنا يعني سحقنا دول، يعني احنا قادرين على العمل المسلح، بس ده عايز تجهيز. ولكن احنا مش بنؤمن بحركه شعبيه، وان الحركه الشعبيه البشع اللي بيحلي ومش محتمل ان مصر يروح بلده برفح. وانا احيي كل من جاءوا، وخاصه من السيدات والفتيات الذين تجشمنا هذا التعب الشديد، وهي يعني فعلا قلادة على جبين من مصر منكم. ويعني المرأة المصرية بارك الله فيكم. ونحن قدامنا شغل كتير جدا وعمل طويل جدا ومفيش فرق بين مصر وفلسطين.